كده جمال اللوحة الفنية بالألوان الطبيعية، بجد حلوة قوي. الحقي بقى سعره رخيص في السوق، الحقي بقى بسرعة روحي اشتريه قبل ما يخلص، وفي ثانية هتلاقيه مش موجود. بغسله نقع في مية لسه مشقلتهوش. بصوا ما شاء الله، بصوا بصوا حجمه ما شاء الله حلو قوي 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 قوي. هوريكم بقى انا بشققه ازاي. خلاص، وهنعمل له بقى خلطة خطيرة. يلا بينا بقى. هنا ايه، انا غسلته وبشقه زي ما انتم شايفين كده، شقة بسيطة بالسكينة من فوق بقى من الجنب. عادي مش فارقة اي حاجة، اللي تيجي في ايدك خير وبركة. خلاص بالشكل ده. وزي كده بقى ايه، تعالى اقول لكم اسعار الزيتون. انا كنت عامله والله فيديو المشتريات السوق وكده، بس للاسف ضاع او اتمسح. فانا جبته ب25 وجبته ب40 جنيه، يعني في ب25 وفي ب40، والاتنين والله العظيم زي الفل. خلاص، فانا بقى شقيته وسبته بقى كده، هنقعه في ميه، وكل ساعتين هغير له الميه عشان ينزل المرارة بتاعته. هنعمل ايه كمان، هنعمل مخلل البصل. ده بصل صغير برضو مليان، في السوق الكيلو ب5 جنيه. خلاص، فانا جبت 2 كيلو شوية كده، يعني طلعوا 2 كيلو. هحطه اديله غلو على النار، طبعا بعد ما غسلته هديله غلو على النار بقشرته. وهنعمل ايه كمان، هنعمل ليمون معصفر وليمون زي ما هو كده، هنحطه مع الزيتون. ده حوالي كيلو ونص، قسمتهم على جزئين. خلاص، وهقسمهم كمان ايه على حلتين، عشان اللي انا هعمله معصفر هشقه 4/4 زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، 4/4 كده قبل ما نسلقه. شايفين عامل ازاي؟ بس كده. هحطه برضو، كنت حاطه فلفل بقى نسيت، قمت جايه شايله الفلفل تاني على فكره. هنا البصل خلاص خد معايا غلوتين، طفيت عليه. ودي برضو الليمون غلوتين مش اكتر، يعني اول ما يبتدي يغلي كده هتلاقيه بقى، بصي ريحته قلبت البيض، انا بعشق الريحه دي. خلاص، وبوريكم هنا بقى ايه الزيتون. خلاص، كل ساعتين بغير له الميه، يعني انا قعدته تقريبا هنقول يوم. خلاص، يعني من امبارح الصبح، وقعدت كل ساعتين اغير له الميه لحد النهارده الصبح. طبعا وقت النوم خلاص هي الميه، ونمت صحيت بقى ايه هشتغل فيه. فانا هسيبه بقى اركنه على جنب، ويلا بينا نعمل مخلل البصل، لان البصل خلاص هو يدوب بياخد غلوتين. هسيبه يبرد ونعمل له خلطه حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم، رهيبة للناس بقى اللي بتحب الحامي. في بقى اللي هو الفلفل الأحمر ده الحامي، عارفين الشطة ده، موجود برضو في السوق ب35 وب30 وب25 على حسب يعني ايه الفلفلية. انا جبت حوالي ايه ربع كيلو كده، هعمل بيه كل المخللات بتاعتي. انتي بتحبيش الحامي، اكتفي بالفلفل اللي هو الالوان الاحمر البارد. الفلفل الاحمر البارد، في الحامي وفي البارد. البارد ب25، والحامي معاكي من 25 ل40. خلاص، فانا جبت حطيت من ده على ده، وحطيت كمان فلفل كوبي اخضر، عشان يعني ايه يحاول يعني نهدي الحميان بتاع الفلفل الحامي. يعني انا عايزه الفلفل الاحمر الحامي كده يديني ايه التست الحراق، ما يبقاش حراق قوي عشان ناكل ونستمتع. يعني وفي ناس بتحبه حراق قوي برضو، صحة والف هنا عليهم. بس كل حاجة وسط حلوة في الحياة عامة. خلاص، ضربتهم كده كلهم مع بعض، و بس كده هو الفلفل كله مع بعض، وحطيت له كمان معلقة من الثوم. خلاص، يبقى فلفل حامي احمر، فلفل بارد احمر، وفلفل اخضر، ومعلقة من الثوم. ونزلت عليهم كده بحوالي لتر من المية، حط لهم شوية الملح بتوعهم. وخلاص على كده، عايزة تحطي معلقتين خل حطي، مش عايزة تحطي براحتك. خلاص، انا هنا ما حطيتش ولا حطيت، والله ما فاكره، عشان انا عاملاه امبارح. مش فاكره. هيبان كل حاجه في الفيديو هتبان. قلت لكم قبل كده انا بعمل الحاجه وانا بصور وبنسى وبفتكر وانا بعملها. خلاص،
مش عارفه حطيت ولا لا، بس حطي معلقتين خل عادي خالص. ولو ما حطيتش انا دلوقتي هراجع، ما حطيتش هرجع احطه في البرطمان على فكره. خلاص بس كده. خلطة سهلة وبسيطة وجميلة بقى، وتنفعك في كل حاجة، في خيار مخلل، في جزر، في بصل، في لفت، تحفة، توم، فلفل حامي احمر، فلفل بارد، فلفل اخضر بارد، مع التوم اضربي كده عليهم لتر مية، شوية الملح بتاعك. انا حطيت حوالي 4 معالق كبار من الملح، معلقتين من الخل. بس هنقشر بقى البصل كده بعد ما سلقناه نص سلقة، يعني بصي هي غلوة التانية تطفي عليه على طول، يبرد تقشريه. خلاص. في ناس بتحطه زي ما هو كده من غير ما تسلقه، براحتها برضو. ده برضو نوع، بس هياخد معاكي وقت. لو انت هتحطيه بقشره هتسيبيه شوية في مية وملح، وبعدين تغيري المية بتاعته وتشيلي القشر، يعني هتعمليه على كذا مرحلة. ده اسهل مخلل بصل ممكن تعمليه، غلو على النار بقشره، وبعدين بتقشريه وتحطيه. بعد طبعا ما قشرته، بصوا بقول لكم يعني ايه، الحبه اللي انا جبتهم عملوا 2 كيلو في الاخر. بصوا صفصفوا على برطمان صغير. فانا ان شاء الله منزل السوق تاني هجيب تاني، وهعمله المره الجايه من غير سلق، واوريكم بعمله ازاي مع باقي المخللات. لسه عندنا الجزر والخيار واللفت، وفي حاجات تانية كده حلوة بقى. رمضان دخل علينا، ورمضان يحب ايه؟ طبق المخلل الحرش ده. وكل سنة وانتم طيبين. حطينا بقى الخلطة اللي احنا عملناها كده، غطيناه خالص. لازم تقفلي برطمانك بكيسة عشان ما يدخلوش هوا خالص فيعمل لك عفونة او يبوظ لا قدر الله. فخلاص كده ادي مخلل البصل. باقي طبعا الخلطة اللي احنا عملناها ابدا ده دي بهاريز دي، هسيبها بقى اركنها على جنب كده. ودي صحينا بقى الصبح. صباح الفل عليكم. صباح الفل. تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعة الزيتون بقى. خلطة زمان دي خلطة أمي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها وجميع أموات المسلمين يا رب اللهم أمين. جزر، فلفل حامي أحمر، فلفل بارد أحمر. بصوا بصوا بصوا، ألوان طبيعية. يعني بصوا، عارفين احنا بنرسم لوحة النهاردة، لوحة بالألوان الطبيعية. بس ضربتين في الكبة كده بس كده. يا سلام. بصوا بصوا بصوا، خطيرة. صينيتي بقى الحلوة بعد ما صفيت بقى الزيتون من المية، بس كده في الصينية. حاول بقى ايه نوسع الدنيا. وادي الليمون كمان اللي هو المقفول. كل ده بصوا بايت من امبارح، كل حاجة في حلتها في طبقها، في كل حاجة مكانها. بصوا بقى البهريز بقى، المية بتاعت الليمون دي كنز، اوعي تستغني عنها، ده كنز ده. زمان كانت امي بتعمله ازاي؟ كانت بتعصر له كوباية او كوبايتين من الليمون على حسب الكمية، وتزود عليهم المية، فاهمين؟ انما بقى ايه دلوقتي؟ اسلقي الليمون بتاعك، خدي بهريز مية السلق بتاعت الليمون، بنملح بيها الزيتون، بيطلع خطير. انا بقالي 3 أو 4 سنين بعمله بالطريقة دي، قسما بالله بيطلع تحفة تحفة تحفة. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. انا حطيت حبة البركة. بصوا الزيتونية ما شاء الله، بوريكم. بصوا الزيتونية على فكرة ده اللي هو ب25 جنيه، ماشي. انا حطيت ابو 25 على ابو 40 كده مع بعض. بعدين رجعت رحت جبت من ابو 40، لان ابو 25 كان خلص طبعا، كان عرض رهيب، كان عامل ال4 كيلو ب100 جنيه. فالناس كانت بتاخد بال4 كيلو. فما رحت تاني ما لقيتوش، ما لقيتش غير اللي ب40، جبت منه حوالي كيلو ونص اللي هم لوحدهم دول. المهم حطينا ايه بقى الخلطة بتاعتنا. طبعا الفلفل اللي احنا ضربناه مع الجزر، حطيت له حبة البركة، حطيت له عصفر. وطبعا بقى ايه بايدك كده، بس احسن حاجة تلبسي جلافز لو انت هتحطي الفلفل اللي هو الشطة الحمراء الحامية دي. لازم تلبسي جلافز في ايدك، لان بيفضل في ايديكي يعني عارفين العصارة بتاعت الفلفل
وبتعمل يعني التهابات واي حاجه بقى حطيتي ايدك على وشك في عينك بتأثر فيكي، فلازم تلبسي جلافز. خلاص. وخليتي بقى كله كده مع بعضه، الزيتون مع الليمون مع الخلطة الحلوة دي. وبعد كده بقى عبيه في البرطمان بتاعك. البرطمان طبعا مغسول متنشف كويس ومتعقم كده بمية سخنة، ومتنشف كويس او ببخار سخن، وعبيه زي ما انت شايفة كده. بصوا الالوان تحفة، لون الفلفل مع الجزر مع العصفر وحبة البركة رهيب، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي البرطمان التاني كمان فظيع 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 بجد. اعتمدي الطريقة دي بالخلطة دي مش هتندمي ابدا. انا بعمله بقالي اهو زي ما قلتلكوا كام سنة، بيقعد ما بيحصلوش اي حاجة، وبيقعد معايا. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا اخر زيتونتين او 3 من السنة اللي فاتت، من رمضان اللي فات، لسه واكلاهم النهاردة. شفتوا بقى؟ قعد معايا والله ولا حصل له اي حاجة قسما بالله. اخر شوية خدتهم حطيتهم كلهم بقى مع بعض، كان زيتون على ليمون على زيتون كلاماتا كلهم كده مع بعض في العلبة في التلاجة. واخر كام زيتونية وليمونية لسه النهاردة والله العظيم كنت واكلاهم على الغدا. ماشي. كملت بقيت بقى البرطمان بشوية من الخلطة، ده الزيتون التاني. خلاص. وهعمل بقى برطمان بحبه، لازم اساسي اعمل البرطمان ده اللي هو بالاعشاب. الاعشاب اللي هي ايه؟ روزماري، زعتر، حبة البركة، كله كده بقى ايه مع بعضه. لازم اعمل اللي بالاعشاب ده، حتى لو برطمان صغير لازم اعمله. وكمان كده في تكاية بتتعمل فيه بعد ما يستوي، ان شاء الله هعملها معاكم في فيديو بعد ما يستوي كده، هوريكم كده نقدر نعمل فيه ايه تاني. اللي بالاعشاب ده تحفة، من زمان قوي، من سنين قوي كنت دقته في مكان ما فحبيته بقى. فمن ساعتها وانا معتمدة كل سنة لما اعمل زيتون لازم اعمل البرطمان ده. بصوا ما شاء الله البرطمان ده كيلو تقريبا، بس ايه يعني انا كبسته على اخره. وحطيت بقى الكام زيتونية اللي باقيين وزعتهم على البرطمانين التانيين بالشكل ده. بس خلاص كده خلصنا الزيتون. لميت بقى كل الاعشاب بقى. بس خليت ايه الصينية بتبرق، اشيل بقى الجلافز والم بقى الدنيا دي كلها عشان بقى ايه نسقيه بالمية بتاعته. خلاص. اللي هي طبعا ايه؟ مية سلق الليمون. انا هحط حوالي 5 معالق كبار من الملح، معلقة هرمية كده كبيرة. انا طبعا ايه حطيت بالبركة كده، بس هو ايه يعني العين كده بتقيس طبعا، اللي متعود في وايده في الحاجة فبيبقى عارف. ماشي. هزود هنا كمان، فهم ما يعادل 5 معالق بالظبط هرميين كبار. وطبعا كل لما انتي تبقى الملح بتاعك يعني على قد ما تقدري تخليه مظبوط، كل ما بيبقى السوا مظبوط، لا هو بيجرمز منك ولا هو بيفرول منك ويطلع حادق. خلاص. فكل ما انتي ايه يعني مثلا لو الملح طلع قليل شوية عادي سهل ان انتي ايه تزودي له ملح، انما لما يكون الملح بتاعه كتير مش هتعرفي تقللي الحضورية بتاعته. خلاص. وهبتدي بقى ايه اسقسق برطمان برطمان كده. انا هديله مثلا بتاع حوالي اسبوع ولا حاجة، وهحاول ادوق الملح بتاعه اسبوع 10 ايام كده، تكون الزيتونية ابتدت تشرب شوية من المية. حسيت انه محتاج ملح هحط له، حسيت انه تمام خلاص. اول حاجة كده زي ما انا المية بتاعتي اللي هي كانت سادة دي سقيت بيها البرطمان اللي بالاعشاب. اما بقى البرطمانات اللي بالخلطة زودت لهم بقى ايه بقية المية اللي انا كنت مخللة بيها البصل الحلو اللي هناك ده، زودت عليها بقى يلا بقى يلا بقى خليها ايه خليها شط، خليها كلها مشطشطة.
بس لقيت بقى المغرفة مش هتنجزني، جبت بقى كوباية كده. بصوا بصوا، الوان الوان، بصوا الحقيقة الوان خطير ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى انا واقفه، يمكن انتوا مش عارفه شايفين واخدين بالكم ولا لا، بنتي قاعده هناك بتاخد جلسه النفس لان تعبانه، وكل شويه بقى تناديني هيا يا ماما خلاص، هيا يا ماما فانا بصوا بين هنا وبين هنا تلاقوني ايه، ابص شويه هناك ابص عليها. فادعوا لها بقى بالشفا ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده الليمون المعصفر. معايا برضو الخلطة اللي فيها الفلفل وفيها الجزر، هحط لها ايه، عصفر وحبة البركة وحوالي 4 معالق من الملح. كل ده كده ايه مع بعض. شايفين المعلقة اللي عندي معلقة يعني، فدول 3 معالق. انا بمعدل المعلقة بتاعت الاكل العادية 4 معالق. خلاص كده اقلبهم بقى كلهم كده مع بعض. بص اهو، شفتوا كنت اهي شالت حبيبتي اهي الماسك من على وشها. كل شوية يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. هجيب بقى جلافز تاني، وعندي كمان كام قرن شطة كده، فلفل اخضر يعني عادي، شطة خضرا حطيتهم في البرطمان. وهحشي بقى ايه الليمون بتاعي اللي انا مقطعاه 4/4 كده. هحشيه بقى ايه شوية من الخلطة الحلوة دي. بصوا الجمال فظيع. هتشوفوني برضو انا ايه كنت بغني كده، هتحسوا بيا يعني مش هتسمعوا صوتي بس هتحسوا وانا بغني، بسلي نفسي. فانا صاحيه بقى من الصبح، يا دوب فطرتهم وركبت لبنتي الجلسه بتاعت النفس، ودخلت بقى على المطبخ. فقلت بقى ايه يا بنت سلي نفسك واقعدي غني كده وانتي واقفه، عشان ايه تخلصي بسرعه. زي كده اللي بيحب يقعد يتكلم في التليفون وهو بيغسل مواعين، وانا من الناس برضو دي، بيقعد يتكلم في التليفون، بيتفرج على فيديو عشان يسلي نفسه ما يحسش بالتعب. انا بقى كنت بغني، وكانت معلقة قوي معايا الأغنية، أغنية قديمة كمان يعني، مش عارفة ايه اللي, إيه اللي جابها في دماغي وعمالة بغنيها. اللي يعرفها بقى يقولي، بتقول اللي هي 3 سلامات دي، عارفينها؟ اللي يعرف بقى يقولي. مش عارفة كانت جاية معايا 3 سلامات ليه. واشمعنى 3 سلامات. زودت هنا كمان شوية من اهو شفتوا كنت بغني، شفتوا اهو بان عندكم كنت بغني اهو. والله بصوا احنا يا ستات غلابة. مين اللي كان بيقول احنا يا ستات غلابة؟ مين كان في ايه، في مسرحية سك على بناتك ولا كان ايه؟ اكتبولي يا جماعة في الكومنتات عشان انا بفتكر الحاجة وبنسى مين اللي قالها. انا بقى شوية من الخلطة حطيتهم برضو على مية سلق الليمون اللي احنا عملناه. جبت ازازة زيت الزيتون بتاعتي، حطيت كمان قرنين فلفل اسباني، وحطيت حوالي معلقتين ملح بس في المية، مش اكتر من كده، لان احنا حاطين في الحشوة بتاعة الليمون ملح. فخلي بالك دايما، خلي بالك من الملح بتاعك. مش مشكلة يطلع قليل، سهل ان انت تعالجيه في اول اسبوع او 10 ايام، انما صعب ان انت تضيعي الحضورية بتاعته. وبعدين الملح الزيادة بيهريلك الحاجة، فناخد بالنا قوي من النقطة دي. خلي الملح بتاعك قليل، ماشي يعني الى حد ما خليه مظبوط. طلع قليل منك سهل ان انتي تزوديه، انما صعب تشيليه. خلاص. حطينا بقى معلقتين كده زيت زيتون فوق الوش على كل برطمان زي ما انتوا شايفين كده، او زيت عادي اللي موجود عندك. انا عشان متاح عندي زيت الزيتون فبستخدمه. وكيس بقى كده، كيس تلاجة
على وش كل برطمان تحت الغطا كده، يمسك لي الغطا ويقفل لي اي هوا ممكن يدخل لهم يعمل الريمة او يبوظ لا قدر الله يعني. بس اقفلي كويس قوي كده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي قوي قوي. بص بحاول ارتب لكم الدنيا عشان تبقى شكلها حلو. ده باقي ميه الليمون، طبعا مش هرميها، حطيتها في برطمان احتفظي بيها في التلاجة، وهنعمل بيها مخللات جايه كتير. وكل سنه وانتم طيبين. وتعالوا بقى نشوف. شايفه كده جمال اللوحه الفنيه بالالوان الطبيعيه، بجد حلوه قوي. الحقي بقى سعره رخيص في السوق، الحقي بقى بسرعه روحي اشتريه قبل ما يخلص، وبثانيه هتلاقيه مش موجود. عملناه بالخلطه، بصوا جماله. عملناه بالاعشاب، الاعشاب ده كمان ليه تكه ثانيه بس ان شاء الله يستوي. الليمون المعصفر، بصوا لوحه فنيه والله يا جماعه. وهنا الليمون كمان حطيناه، وادي مخلل البصل. بصوا 2 كيلو عملوا قد ايه. ان شاء الله ممكن اجيب بقى تاني واعمله، لان ده طلعوا حبه صغيرين في الاخر. بس كده جربيه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبك. بحبكم قوي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.